النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي احنا اخوات في الاول والاخر من كره القدم، وانا واحد من الناس. انا كحسين انا مش عارف الموقف دوت انا هعمل فيه ايه. ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكون ان شاء الله. عملها أبطال النادي الأهلي، وزي ما عودنا فوز النادي الأهلي على نادي العين في مباراة اليوم. حقق النادي الأهلي انتصار مهم جدا على نادي العين النهاردة، وكانت المباراة مليانة حماس وإثارة. الأهلي قدم أداء رائع من البداية للنهاية، ونجح في السيطرة على مجريات اللعب. وفي الشوط الأول الأهلي بدأ ضاغط بشكل كبير، وده خلى العين يتحمل ضغط كبير. ومش بس كده، كان عنده فرص كتير للتسجيل، ولكن الحظ ما كانش معاه. ولكن مع مرور الوقت قدر الأهلي يلاقي الحلول، وقدروا يسجلوا الهدف في الشوط الأول. وجه الهدف الأول عن طريق واحد من أفضل اللاعبين اللي في الفريق، واللي انطلق بسرعة وسجل هدف جميل. وبعد الهدف العين حاول يتعادل، ولكن دفاع النادي الأهلي كان صلب ومنع أي خطورة. في الدقيقة 53 الأهلي ضاعف النتيجة بهدف تاني، واللي كان بمثابة ضربة قاضية لنادي العين. المباراة انتهت بفوز الأهلي 2-0، وده يعتبر إنجاز كبير خاصة في ظل المنافسة الشديدة. الفوز ده مش بس بيسعد الجماهير، لكن كمان بيساعد الأهلي على مشواره في البطولة. كل التهاني للنادي الأهلي واللعيبة، وإن شاء الله دايما في المقدمة.